السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة سيرين ريم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين. وصفة اليوم ارنب محمر في الفرن. تبعوا معي المقادير، تبعوا معي الفيديو الاخير به تعرفوا المقادير طريقة التحضير. صدقوني البنات، هنا ارنب يعني مشوي في الفرن بنته ولا اروع. حقيقة انا ما ناكلوش باش ما نكذبش. انا مانيش من محبي لحم الارنب بصح اللي ياكلوه تاع الدار يقول لك جابني. تبعي معي الطريقة والوصفة ولا أسهل. وهنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبداو إن شاء الله وصفتنا. عندي هذا الأرنب البنات، هنا يعني ما هو سمين، ما أرنب يعني متوسط. هنا غسلته مليح، رقته درته يعني درته شوية ماء وخل والملح. غسلته مليح، نقيته مليح. هنا كما راكم تشوفوا هنا نقيته غير من هذاك البقايا تاع الورق الماس، هذاك البابي فقط يعني. هنا غسلته وحطيته ينشف، لازم ينشف اللحم تاعو مليح البنات. هنا لي زيبيس ولا التتبيله راح نديروها له. عندي فصوص ثوم، عندي ملح، عندي فلفل اسود، شويه كمون، عندي كزبر مرحي، عندي نصف ملعقه ولا ربع ملعقه تاع سمن، وعندي شويه فلفل احمر حلو وحار، ولكن اختيار يعني تحبي حلو وحار. هنا كامل راح نزيد لهم ملعقتين زيت زيتون. كما قلت لكم البنات، هنا لي زيبيس ما كثرش بزاف. الحاجه اللي تتحمر كامل يعني اللحم، سواء دجاج ولا ارنب ولا خروف ولا باش هكذا ما يروحلكش الجو تاع اللحم، يعني ما تكثريش، من الاحسن ما تكثريش لي زيبيس، ما مديري قليل فقط كما راك تشوفي، يعني ما كثرتش لي زيبيس. هنا راح نخلطهم كامل، ندمجهم يعني في بعضهم، وراح ندهن الارنب يعني كامل، ندير له مساج كامل. هنا راني شلحت شويه هذو الافخاذ باش يعني الفخذين هذو باش تدخل التتبيله معنا ويجي بنين كامل. هنا حقيقه البنات انا طيبته وحده، وتحبي هنا تحشيه بالرز، تحبي طيبيه مع الرز يعني لك الاختيار، تحبي بالخضره مع البطاطا، مع يعني الخضره اللي تحبي او اللي متواجده في البيت. مي انا ما ياكلوهش يعني صراحه، ياكلوا غير ياكلوهش الاولاد. ما حبيتش ندير فيه الرز، ولا حبيت ندير وحده في الفرن. قدمت معاه سلطه فقط كيما راك تلاحظي معايا. احنا ندهنوه كامل بهذوك لي زيبيس، ولو انه يعني ما كثرناش البنات كيما راكم تشوفوا بصح صراحه والله جات ولا اروع. شكروا فيها، تجي بنينه بزاف بهاد التتبيله. هكذا نكمل ندهنها كامل. هنا من الاحسن البنات كي تعودي هكذا تبلي فيها، تخليها ساعه ولا ربع ساعه ولا نص ساعه، يعني شوفي قد ما خليتيها شويه تتبل يعني قبل ما تطيبيها تجي ابن، يعني تجي خير. مي انا درتها هنا طول، يعني حطيتها طول طيب. هنا كما راكم تشوفي عندي حبتين فقط تاع بصله، وعندي قرن فلفل. حبيت نديرو من يعني نفرشوا نديرو في الصينيه تاعي باش يطلق لي شويه الماء داك تاع البصل، وميم طون ما تلصقليش يعني في الصينيه. رافقتها فقط بهذه الخضره يعني، واختيار البنات كما قلت لكم، تحبوا ديروا رز، تحبوا ديروا بطاطا، كل واحد وش
هكذا البنات نحطها في الصينيه هذيك، ونحاول نغطيها بابي كويسون، نزيد نغطيها مليح بابي الومنيوم، ونحطها على درجه يعني 150 150. هنا راح تغطيها كما قلت لكم مليح. هنا كما تلاحظوا البنات ما درتش ولا قطره تاع ماء، يعني راح نقص الفرن فقط ونغطيها طيب يعني في ماها، وراح تلاحظوا معايا. شوفوا هنا البنات تحمرت ما شاء الله. كما قلت لكم انا يعني قدمتها مع كميه قليله تاع السلطه، يعني درتها وحدها فقط، يعني ما درتش ما رفقتها حتى مع. وهكذا البنات كما قلت لكم والله صدقوني بنينه ما شاء الله، تجيكم محمره يعني اللحم تاعها ما تحسولوش، يا ما تفرقوش بين اللحم تاع الدجاج محمر تاع الدجاج او تاع يعني ارنب، ولا اللي ما يعرفش يقول لك هذا دجاج محمر. هذه هي البنات كانت وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، واللي محبي يعني اكل لحم الارانب هذه وصفه توالمكم، والى اللقاء في فيديو قادم.